لسه بكمل معاكم احلى مستمعين في الدنيا، مستمعين راديو مصر على الهواء. اكرم مفتاح وبرنامج ايجي بلس كل يوم تلات من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على راديو مصر على الهواء، صوت شباب مصر. تواصل معنا دايما عن طريق ايميل الراديو radio@egionews.com او من خلال كل منصات التواصل الاجتماعي @egionair. ودلوقتي جه ميعاد فقرة استاذ شادي الخولي. استاذ شادي معاك المايك. مساء الخير عليك يا أكرم، ومساء الفل على كل مستمعينا مستمعي راديو مصر على الهوا، صوت شباب مصر. معاكم أنا شادي الخولي في برنامجكم إيجي بلس. وفي فقرتنا النهاردة هنتكلم عن حاجة بسيطة جدا بس مفعولها كبير قوي: جبر الخواطر. أوقات كلمة صغيرة جدا ممكن تنقذ حد، ابتسامة، سؤال بسيط، موقف صغير. انت مش متخيل قد ايه بيبقى أثره كبير. الفقرة دي لأي حد يومه كان صعب وحد خففه بكلمة حلوة. تعرفوا إن أوقات الإنسان مش بيكون محتاج فلوس ولا حلول ولا نصايح كتير، هو بس محتاج يحس إن في حد حاسس بيه، إن في حد شاف زعله. وده اللي اسمه جبر الخواطر فعلا. في الشغل تلاقي واحد متضايق، مضغوط، مخنوق، واضح إن يومه مش ألذ حاجة، وفجأة زميله يقول له: مالك يا عم، انت كويس؟ اعمل لك حاجة؟ الكلمة بسيطة جدا بس ممكن تفرق معاه جدا. وفي ناس بقى اول ما تسألهم مالك يفتحوا ملف من ايام القدماء المصريين، يفضل يحكي لك: وانا كمان متضايق ومخنوق ومضغوط. يا عم بالراحة. جبر الخواطر مش فلوس. ناس كتيرة فاكرة ان جبر الخاطر لازم يبقى بحاجة كبيرة. لأ، اوقات بيبقى في كلمة، في رسالة، مكالمة، انك تفتكر حد، انك ما تكسرش بخاطر حد قدام الناس. تخيل كده واحد متوتر جدا وبيتكلم معاك ولخبط الدنيا خالص، بدل ما تضحك عليه قول له: ولا يهمك يا حبيبي، عادي. الموقف ده بيبقى بالنسبة لك عدى عادي، بس هو ممكن يفضل فاكره سنين. طيب، السوشيال ميديا، ناس داخلة تتريق على أي حاجة، أي غلطة، أي صورة، أي فيديو، مع إن ممكن كلمة وحشة تكسر حد فعلا وإنت مش حاسس. طب ليه جبر الخواطر مهم؟ لأن كل الناس تقريبا عندها خناقة جواها، في اللي مضغوط، وفي اللي زعلان، وفي اللي بيضحك قدام الناس وهو موجوع. فأنت لما تهون على حد، أنت مش بس بتبقى شخص لطيف، أنت بتعمل حاجة عظيمة فعلا. وفي ناس جبر الخواطر عندها غريب شوية، يقولك: انت شكلك تعبان، تقول له: اه، يرد يقولك: اصل شكلك مرعب النهاردة. طب ما كنت تسكت يا اخي. طيب، نعمل ايه بقى؟ اول حاجة، خف على الناس، الدنيا اصلا تقيلة. تاني حاجة، اختار كلامك، الكلمة اوقات بتعيش اكتر من صاحبها. وتالت حاجة، لو مش هتعرف تجبر بخاطر حد، على الاقل ما تكسروش. تعرفوا اجمل حاجة في جبر الخواطر ايه؟ انه بيعود لك، بيرجع لك، يمكن بقى من نفس الشخص، يمكن من الدنيا، يمكن من ربنا سبحانه وتعالى، بس الخير عمره ما بيضيع. قولولي بقى، مين الشخص اللي جبر بخاطرك في موقف عمرك ما نسيته؟ وايه الكلمة او الموقف اللي فرق معاك فعلا؟ مستني قصصكم في الكومنتس في صفحتنا على الفيسبوك راديو مصر على الهوا ايجي بلس. في الاخر، احنا مش محتاجين نبقى مثاليين، بس محتاجين نبقى ارحم شوية، اخف شوية، احن شوية. لان جبر الخواطر مش مجهود كبير، بس اثره كبير جدا. وبكده تكون خلصت فقرتنا. اتبسطت اني كنت معاكم، انا شادي الخولي. هنطلع فاصل ونسمع اغنية قلب صافي لاحمد سعد ومها فتوني، ونرجع مرة تانية لكن مع اكرم. مع السلامة. ما قلبك لسه صافي، وهتزعل أو تشيل، وحد في يوم يغير طبع فيك طيب جميل. الحياة مش سهلة يمكن، والبشر بقوا شيء يخوف، بس ربك برضو قادر يسندك لو يوم تميل.
مش هنرضي الكل يعني، ومن اساسا بيرضينا. من في كل اللي اديناهم من عيوننا كان شريك.